حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنبدا مع بعض روتين صباحي بعد ما الاولاد مشت الحمد لله. عمر وعلي المدرسه وسيف نزل الحضانه. وانا انا عارفه ان انتوا قاعدين بتكتبوا لي في الكومنتات بتتعبي يا ام عمر وبتطلعي وانزلي. الحمد لله ربنا بيعين يعني وربنا يقدرنا. انا بودي وباباهم اللي بيجيب، على اساس ان انا الصبح ببقى احب اودي عشان انزل اجيب طلباتي من السوق اللي انا عايزاها، عشان حاجه بتبقى صبحه وبجيبها واطلع خلاص، ما بنزلش تاني بعد الظهر. خلاص وديت دول ووديت دول ونزلت السوق جبت حاجه هوريها لكم، ورحت مشوار برضه هوريكم انا رحت فين. فهبدا هنا من المطبخ في غسيل. كان في كذا كوبايات وكذا اطباق كده، فانا غسلتهم بس هشطفهم معاكم الكوبايات. نقفل الميه ونحافظ على الميه وحبايب الجداد منورينا، وان شاء الله تتبسطوا معانا في قناتنا، في قناه ام عمر وحبايبها. كل حبايب ام عمر منورينا. اللي غاوي قهوه انا اغسل بس، انما ما اعرفش اشربها ولا بحبها، ملياش فيها خالص، ده كفايه ريحتها. لا وتبقوفه الا تبقوفه. هكمل بقى الحوض ونشوف الكميه اللي انا شطفتها قد ايه. حبايبي هنا بقى جهزت الفطار خفيف يعني. طبعا مش كميه البطاطس ده هاكلها، هاكل ويتبقى منها الاولاد يبقوا يجوا ينقنقوا لغايه ميعاد الغدا، او جبنه رومي والعيش والشاي بقى لسه في الكاتل بيغلي. قلت انقنق شويه لغايه اما الشاي يخلص. وهنا طبعا وانا بفطر ببقى قاعده مشغله القناه بتاعتنا. العيش بتاعنا اهو. وطبعا كلكم قلتوا بقى هنخش بقى نشوف الذهب بتاع ام عمر نقول لا، وانا كاتبه لكم ما شاء الله يعني، تخشوا تشوفوا وتقولوا ما شاء الله. وطبعا اهم حاجه الرضا، مش بالذهب ولا اي حاجه. والاكسسوارات انا عامه عندي وما بلبسهاش كمان، يعني اللي انا وريتها لكم فين وفين. لما بلبس الواحده تك في اي مناسبه هي اللي بتخرج بتبقى لابسه، انما في العادي بيبقى بقى لسه صاحيه من النوم ولابسه وخلاص، شادين العبايه شادين البنطلون والتيشيرت وماشيين. فمش انا مش من هواته يعني، انما سند ما شاء الله عليها ربنا يحميها من هواة الاكسسوارات. فانا بجيب وساعات البس وساعات ما البسش. فالموجود معانا ثروتنا وعلبتنا والشكمجيه بتاعتنا والدهب بتاعنا جميله ومقرمشه. لا دي طريه. هخلص بقى فطاري واقول لكم انا كنت في مشوار فين. حبايبي ده المشوار اللي انا نزلته بعد ما وديت سيف حمله 100 مليون صحه. انا رحت الحمد لله ما فيش اي حاجه. دي مبادره السيد الرئيس للقضاء على فيروس سي. دي كلها في اي اماكن موجوده، في النوادي الرياضيه، في المستشفيات، في الوحدات الصحيه، في اللي هم من المنصوره، في عند مدرسه الشبان، في نادي النصريه اللي في قناه السويس، في اماكن كتير. طبعا ده انا بقول اللي هم اللي حواليا اللي انا اعرف اماكنهم. الكشف على فيروس سي وضغط والسكر والوزن. هما بتقيس الوزن الاول، طول ووزن وضغط. بعد كده بياخدوا منك عينة الدم، بياخدوا منها جزء للسكر وجزء للفيروس. وطبعا الحاجة بتتفتح قدامك، اللي هو الإبرة اللي هو للشك، والتانية اللي هي بتبقى مش عارفة اسمها اللي بيدخلوها في الجهاز بتاع السكر، اللي هي الشريحة اللي بتحط عليها نقطة الدم. يعني ما شاء الله كل حاجة نظيفة وكل حاجة، ولابسين الجوانتيات في ايديهم. فحاجة وانتي برضو تشوفي بعينيكي ايه اللي بيعملوه. يعني انا كنت قاعدة مركزة شايفاهم هما بيطلعوا لي الحاجة اللي تخصني والحاجة بتاعتي، مش حاجة حد اللي قبلي والكلام ده كله. فالحمد لله ربنا يطمنا عليكم جميعا، فربنا يطمنا علينا جميعا. ودي حاجة يعني مفيش مجانا يعني، مش هتتكلفي حاجه الا ممكن هما شويه وقت صغيرين بس لغايه ما انت بتروحي تسجلي اسمك في اللي هي اسمها دي التذكره، وبتاخديها بيدخلوها لك على الكمبيوتر وتاخديها يودوها لك تروحي تكشفي بيها، وبعد كده تروحي لهم تاني كله في مكان واحد عشان يسجلوا لك النتيجه على الكمبيوتر. طبعا هي دي اخر مرحله، المرحله الثالثه هنا في محافظه الدقهليه. احنا اخر ناس واختامها مسك ان شاء الله، وربنا يطمنا عليكم جميعا. وده حاجه ضروريه عشان تطمني على نفسك، وربنا الشافي المعافي، وربنا يبعد عننا كلنا اي حاجه وحشه، ومكملين مع بعض.
جبت كرنبايه بس مش من المحشي. انا قلت لها اللي بتاعه المخلل اسمها كرنبايه كسر، يعني حاجه يعني مكسره، بس هي مش مكسره، في بقى بيبقى كده. هي انا خايفه برضو يبقى فيها ورق كتير. قالت لي يا ستي لقيتي فيها ورق احشيها. بس انا بصراحه بقى ما اقعدش اسلق واعمل. هي ماما ربنا يديها الصحه هي تخصص محشي، انا تخصص اللي انا اجيب عين عنده وخلاص. فانا جبتها اديتها لي ب5 جنيه. اللي صاحبتي اللي معايا قالت لي اديها 3 اديها 3. قلت لها لا 3 تحطها مكانها وتمشي. قلت لها يا ستي انا ما بحبش الفصال. ب5 جنيه هنقطعها سوا بقى ونشوف هنعملها ازاي في المخلل. وجبت خس الربطتين دول ب5. وجبت خضرة محشي يبقى عندي كده احتياطي لأي حاجة، مش لازم المحشي يعني. ال3 بجنيه. فهنضف بقى المحشي ونخلينا في الكرنبة كده لوحدها. استهدى بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صغننة شو صغير ازاي. بنضفها كده. اللي عايز يحشي يجي ياخد مني ورقة، ورقتين كرنب على ورقتين خس، ويبقى 100 100. ويديكي كيس بتنجان كمان، مش هستخسر فيكي بصراحة. واحطها بقى في الطبق لغاية اما خلصهم ويتشطفوا بقى. الكرنبة بتاعتنا اشتلت الراس. انا اهم حاجة عندي انا جايباها للمخلل، عشان انا من عشاق مخلل الكرنب بطريقة يعني كبيرة. انا برضو هفرط ورقة ورقة، بس هو طبعا ده ورق ما ينفعش المحشي عشان متكسر. فانا افرده عشان ايه. شوفوا ده بتاع المخلل اللي هو يبقى متكسر من جوه ومجعد كده. الورقه مش ناعمه، او بيقولوا عليها مش سرحه، يعني ما هياش مش عدله. انا هفككها. ده كله مخلل. يا سلام، ده انا ههيص ببرطمان. يلا ماما افتكرها بحبه كده ولا. ده كله بتاعت المخلل مكسر. فهكسر. هقول لكم بتقطع ازاي. دي اللي هي اللي احنا بنبقى نشتلها ساعه المحشي دي هنشتلها ونعملها ازاي كده حتت كده على حسب بقى الحجم اللي انت عايزاه. الله حبايبي، هنا خلاص كرنب اتغسل واتصفى، سايباه في المصفى، نزل اي ميه فيه. وهنا مليت البرطمان. في ناس كتير سالونا على معيار الملح، بصراحه انا ماشياها بالبركه يعني. بدوق يعني، انا بقعد اقلب وادوق. جميل. هنحط بقى الكرنب. قبل ما احط الكرنب انا هنا فرمه فلفل حار وتوم. بسم الله كده، بسم الله بالراحه. اللي يقع عادي هنجيبه الرخامه رخامتنا. وطبعا هنا مقطعه البنكر. لو محتاج بنجر تاني عادي نحط، ما فيش مشكله. انا البنجر عندي في الفريزر ببقى عيناه، ووقت ما استخدمه ونحط البنجرايه ونلم اللي وقع مننا كده، ونجهز برطماننا بقى ونشوف. حبايبي ده برطماننا الجميل اهو. يلا جميل. والفلفل هيبقى عامل فيه شغل حلو قوي حار. احنا بنحب الحاجه الحاره. والبنجر هو بقى يتقلب في بعضه يعني 3 ايام كده، ولا ممكن قبل اسبوع كده. ممكن اليوم الخامس كده ممكن افتح عليه بقى وادوق كده واظبط مع حته طعميه يا ام شهد وشويه فول. مشاهده حبيبتي بتشجعني في كل حاجه. ومكملين حبايبي بقى. الشغل بيجيب شغل، الشغل يجيب شغل. فضيت ضلفه اللي هي فوق البار هنا اللي في دي انا ببقى حاطه فيها هي عايزه تتظبط لسه. العلبه اللي هي فيها الحاجات بتاعه القطاعات كده، واللي هي الجلافز الكلام ده، وفي جرايد وفي اكياس، وتحت حاطه دي هنا الرز وهنا بخور والكلام ده. فانا الضلفه دي كده المنظر الشنيع المريع ده عايز يتظبط، فانا هظبطه بقى ونشوف
انظمه ايه. يعني انا ممكن بقى احط البخور، طبعا هبعده هحطه في مكان تاني بعيد عن الايه القطاعات والاكياس. وهنا بقى طبعا في جرايد كده في جنب، وفي اكياس بتاعت الحلويات. واحده واحده كده اخلصها. يعني برضو انا هشوف اللي فضل، بس هما لسه في اللي فاضي هرميه. اعتقد العيدان دي هي اللي ده اي كلام. جربت اللي هو يقولك طارد للناموس، ده ما اي كلام، وريحه وحشه، عشان كده ما عدتش بستخدمه. ده لسه فيه اهو، لسه فيه كتير اهو. لا ما شاء الله. وده اللي هما بتاعت اللي هي بتبقى عايزه المباخر الكبيره بقى اللي فيها عين العفريت والكلام ده. نظبط بقى الضلفه دي كده ونشوفها بعد التنظيف هيبقى شكلها ايه. انا غيرت الكرتونه، رميتها خلاص، حطيت في واحده صغيره، حطيت كل الادوات اللي هي القطاعات ودي اللي هي ايه الجلوس. وهنا كرتونه تانية لقيت متوفر كراتين اهو، رميت برضو التانية وحطيت فيها الاكياس دي بتاعت الجعله بتاعت رز باسكت. ودي برضو ايه مش الاستخدام، يعني مش حاجات للتلاجة، هي حاجات بس كده نحط فيها اي مخلفات كده ونرميها. وتحت هنا طبعا ايه الرز. فدي الضلفه خلاص اهي اتظبطت، وكل حاجه بقى اشتغلت، والجرايد حطيتها تحت هنا اهو. اي حاجه كانت زياده هتترمى. والبخور هشوف له ايه مكان تاني برضه بعيد عن اي حاجه في المطبخ ما تخص، عشان ايه ما يلقطش منه اي روايح. ومكملين. حبايبي هنا انا كمان كنت متبله بانيه في التلاجة، فهتبل متبل. هعمله بقى ايه، اعمل له الغلاف اللي هو الطبقه الخارجيه. الاول التتبيله اللي انا بعملها على طول معايا بصل، طماطم. انا بحط طماطم عشان تدي لون وتشتغل اي ريحه مش يعني بحبها، يعني بحس ان هي مديها ريحه حلوه وطعم حلو ايه في البانيه. يبقى بصل وطماطم، والبهارات بقى ملح وفلفل اسمر وكركم او كاري، بهارات فراخ، بابريكا، ليمون او خل. فطبعا بنعملها بقى بايه، بيض ودقيق، وهنا اللي هو الايه بقسماط والفيجيتار او اللي هو السبايس الكيس الاحمر اللي انا ببقى جايباه. بس هنا في اللي هو دي بقيه التتبيله معايا، هحط منها معلقه كده على البيض عشان برضو ايه البيضه انا حاطه عليها ملح وفلفل، بس برضو الايه دي هتدي طعم حلو عشان هي شاربه من كل التتبيله وفيها كل التتبيلات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه من الدقيق للبيض للبقسماط، بس انا هعمل كله دقيق مره واحده والبيض مره واحده والبقسماط والفيجيتار مره واحده. انا خلاص خلصت تتبيلته. ده عملته دقيق والبيض واللي هو البقسماط والفيجيتار، والطبق ده عملته بيض وبقسماط بس عشان عشان سيف يقولك انا مش عايز حار. فخلصت الكميه دي ودي. طبعا هسيبهم في التلاجة يتشمعوا شويه ونشوف بقى انا بحفظهم ازاي وبعينهم ازاي في الفريزر. فشويه كده ونرجع تاني مع بعض. حبايبي خلاص البانيه بتاعنا اتشمع في التلاجة. يعني خلاص الطبقه اللي احنا حطيناها الدقيق والبيض والبقسماط او الفيجيتار خلاص ثبتت عليه. بجيب بقى الاطباق وافتح كيس بلاستيك، وفي اللي هي اللي بيبقوا يلفوا فيها السمك كده اسمها ورق مناديل، اسمها مناديل، بتبقى اصلا كده الشكل ده. انما احنا بقى هنجيب ليه مناديل ونكلف نفسنا. الكيس صغير وفتحناه، بحطه في الطبق. وطبعا كل طبق هعمله على حسب الكميه او العدد ايه اللي انا عايزاه. خلاص حطيت طبقه اقفله عليها كده عشان ايه احط الطبقه اللي بعدها. تمام. وبرده كيس اهو على قد ايه الطبق، واقوم قافله برده الطرفين عليها كده واحطهم في الكيس على قد الطبق بالظبط. خدي يا عم الحاج. فهخلص الكميه اللي معايا احطها في الاطباق وكده تمام. ضفت كل الكميه اللي معايا اهو. وطبعا بتاع سيف حطيت ستيكر عليها اللي هو ايه عادي عشان ما يتلخبطش بينه وبين الحار، عشان سيف ضد الحار، يقولك بانيه مش عايز بانيه حار.
فانا ظبطت كده كل واحده اهو مكتوب عليها ايه النوع بتاعها، فهنعينها في الفريزر كده ان شاء الله. وبرده بنسحب منه، يعني انا لو انا عايزه بفتح الكيس واخد اللي هو على الوش بالطبقتين مادام فيهم فرق بين بلاستيك الاتنين مش بيلزقوا في بعض، خلاص خدت الكميه اللي انا عايزاها ارجع الفريزر تاني طبعا من غير ما يكون فك. هو مسافه ما بتطلعيه كده بس بتعمليه بطرف السكينه بيفك معاكي على طول، وبتحطيه في الزيت بقى وبألف هنا وشفا ومكملين. حبايبي ده اخر روتيننا بعد عملنا المخلل بتاعنا وتبلنا البانيه ورحنا كشفنا، واليوم كان طويل كله في المطبخ. فعملت كيكه للاولاد عاديه وملقتش عندي كاكاو، فحطيت معلقه نسكويك كده فادى اي لون شوكولاته عشان سيف بس ايه يرضى ياكل. وده كان اخر روتيننا، وكل روتين وانتوا طيبين، واستنوني تاني في فيديوهات تانية. بحبكم كتير.